كنا بنستنى رؤية الهلال بفارغ الصبر طول شهر شعبان وإحنا بنعد الأيام، وكان فيه طقوس ما تتنسيش. أنا فاكرة كويس لما كنا نقعد قدام التلفزيون بالساعات عشان نسمع إعلان دار الإفتاء. كنا نستنى الشيخ جاد الحق الله يرحمه لما يطلع يقول: ثبت لدى دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان المبارك، والبيت كله يسقف ويهلل. وفاكرة في سنة 90 كان ناس بيقولوا الهلال باين وناس تانية بتقول لأ، وحصل خلاف بين المصريين والسعودية على أول يوم رمضان. قعدنا نناقش الموضوع ده ساعات وساعات. كان المذيع يقول بكرة رمضان، وفي نشرة تانية يقولوا لنا لأ بعد بكرة، لكن في الآخر المهم كنا بنمشي على كلام دار الإفتاء المصرية. يا ولادي كان في تقليد حلو قوي، كلنا بنخرج ننزل نبارك للناس في الشارع. كان الولاد بيعلقوا الزينة والفوانيس في الشارع كله، والمسحراتي بتاعنا في الحارة عم سيد الله يرحمه كان بيصحينا كل ليلة بطبلته وصوته الجميل. كان بيغني للناس: اصحى يا نايم ووحد الدايم، رمضان كريم الله الله. أول يوم رمضان كان لازم نبعت برقيات تهنئة لكل الأقارب والمعارف. دلوقتي بقى كلها مسجات وواتساب، لكن زمان كانت البرقية ليها قيمة ومعنى. كمان مسألة صلاة التراويح دي كانت حاجة عظيمة. كنا البنات والستات ونروح المسجد، والشباب والرجالة يروحوا المسجد الكبير اللي بيكون فيه الشيخ المشهور. يا رمضان التسعينات كان له طعم تاني خالص. رمضان دلوقتي برضو حلو، بس زمان كان الناس قلوبها أقرب لبعض. كنا صحيح مفيش عندنا كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي، بس كان في فرحة حقيقية ومشاركة بين الناس.